السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكرو من بربريز على هذه الاستضافة وهذه الالتفاتة لتعاونية أرين إيكو للبيئة ومكافحة الحشرات. معكم محمد العلوي رئيس تعاونية أرين إيكو للبيئة ومكافحة الحشرات، حاصل على دبلوم من الأكاديمية الكندية للتدريب والاستشارات. المكان ديال التواجد ديالنا بمدينة عين عتيق. وبالنسبة نطرقوا ديال 5 ديال النقاط اللي كيكونوا مهمين. اولا التغير المناخي وكيفيه والبيئه كيفيه المحافظه عليها. بالنسبه للمدارس كيفيه التوعيه ديالهم وكيفاش يحافظوا على الماء ويحافظوا على نربيو يكونوا عندهم داك السلوكيات اللائقه في الحفاظ على البيئه. بالنسبه للزبناء اللي كنشتغلوا معاهم اللي كيفاش يتغير داك العقليه ديالهم السلبيه اللي كيكون ليفيكاسيتي ديال البرودوي راه كيكون واحد تيكون داكشي بالسلسل يعني. بالنسبه للنقطه الرابعه اللي كيكون واحد السلوكيات والنصائح اللي خص كلشي يغيرهم. بالنسبه للنقطه الاخيره كيفيه الحصول على الدبلوم ديالنا من الاكاديميه الكنديه للتدريب والاستشارات ومكتب التنميه. النقطه الاولى اللي غادي نذكروها بالنسبه للبيئه والتغير المناخي، يعني بالنسبه للبيئه حاليا راه كتعيش في واحد الظروف يعني مناخيه يعني متغير يعني، وهذا الشيء ناتج على بعض الاستعمالات العشوائيه، منها يعني التلوثات ديال المصانع، منها استعمالات غير العشوائيه المبيدات الحشريه، منها بعض رمي الازبال في البحار، يعني بزاف ديال الحوايج اللي خلات هذا التغير المناخي يوصل لهذه اللحظه اللي حاليا. بالنسبه كنعطيو واحد الارشادات للتلاميذ ديال المؤسسات يعني كيفاش يحافظوا على داك البيئه وتكون واحد التربيه طالعه يعني معاهم، كيفاش نزرعوا واحد الاشجار نغرسوهم نحافظوا على داك الشجر، يعني ما نبقاوش داك السلوك يلا كندوز نقطع واحد الشجره نهرسها، يعني داك الثقافه اللي كتكون عشوائيه خصها تتغير، يعني يكون واحد باش الحب ديال البيئه يعني هذا هو اللي خصو يكون. بالنسبه للزبناء ديالنا بحيث حنا الزبناء ديالنا اللي كنشتغلوا معاهم كيكون واحد الفكره اللي كتكون مغلوطه، يعني ليفيكاسيتي ديال لي برودوي حنا اللي كنقدموا يعني كنصحوهم يكون داكشي بالتدريج، يعني 3 ديال باساج ولا 4 باساج اللي كيكونوا يعني متواترين، حيت حنا المبيدات اللي كنستعملوا هم غير مضرين بالصحه، يعني معترف بهم من طرف وزاره الصحه بدون رائحه، يعني كيكون في الاول كيكون واحد الريحه كتكون بعد كتمشي مع واحد ساعتين 3 السوايع وكدوز. بالنسبه لهاد السلوكيات اللي غادي نصحوا في السلوكيات اللي نقدروا نوجهوا للناس، يعني خص هذه الثقافه ديال التيطم ديال الناس العقليات وكيفاش نحافظوا على الماء ونحافظوا على البيئه، خص يكون ديما يعني نحافظوا، ما نبقاوش حنا نبدلوا الماء بشكل عشوائي، يعني طلقنا الروبيني يبقى مطلق واحد الساعه ولا ساعتين، يعني غسلنا الماء نبقاو كنضيعوا الماء، يعني خص هذا الشيء حتى هو داخل في الثقافه ديال البيئيه ديالنا والمحافظه على الماء. وغنختموا هذه النقطه هذه بكيفيه التتويج ديالنا بالدبلوم من الاكاديميه الكنديه للتدريب والاستشارات ومكتب التنميه التعاون. جا من بعد واحد 3 ديال الاشهر ديال التدريب عن بعد، يعني بعد من طرف الدكتور الاستاذ محمد السيد، يعني عطانا واحد نقاط مهمين اللي غادي تنجح التعاونيات ديالنا وكيفاش نشتغلوا مع الناس وكيفاش يكون واحد الخبره تكون باش تستمر. وبالنسبه لهذه النقطه ديال المحافظه على الماء والبيئه، كان ما خصكش تبقى بالنسبه للعائلات ديالنا الاباء والامهات ديالنا ما خصهمش يبقاو طالقين روبيني واحد الاستعمال ديالو يبقى مطلوق عشوائيا، بالعكس خصك دير واحد القدر اللي كيكون يعني اللي نغسل به والسلام. بالنسبه للمبيدات الحشريه يعني ما خصكش تبقى تغير داك الثقافه ديالك ديال القديمه اللي تمشي تقبض سرق زيت تقتلو بيديك ولا دير واحد التريطمون بيديك، حيت داكشي حيت الحشرات دارت واحد المناعه مكتسبه اللي خلات الحشرات تعرف داك البرودوي يعني وتعرف عليه، يعني داكشي العشوائي ما خصوش يبقى خدام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.